السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبطال الإعدادية، عاملين إيه؟ النهاردة هنحل التقييم السابع لمادة الدراسات الاجتماعية. معاكم ميس سارة رؤوف، مدرسة دراسات اجتماعية. هنسمي الله ونبدأ مع بعض. أول جزئية، طبعا ده بيتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة اللي هي كان بعنوان الحركة الوطنية والثورة العرابية. هنتكلم عن الجزء الأولاني اللي هو أسباب الثورة العرابية وأحداثها. نبدأ بالأداء الصفي. السؤال رقم 1 بيقول قارن وأجب. قارن بين إيه بقى؟ قارن بين المذكرة المشتركة الأولى والمذكرة المشتركة الثانية من حيث الأسباب والنتائج. طيب، المذكرة المشتركة الأولى دي أصلا كانت سنة كام؟ عشان لو زود لك في المقارنة التاريخ. المشتركة الأولى كانت يناير 1882، والمشتركة التانية كانت مايو 1882، يعني الاتنين سنة واحدة، هنغير الشهر. الأولى كانت في يناير والتانية مايو. طيب، الأسباب بتاعة المذكرة المشتركة الأولى: رغبة بريطانيا وفرنسا في تقوية مركز الخديوي. بريطانيا وفرنسا ما كانش عاجبهم ان مكانة الخديوي في مصر بدأت تقل، وان بقى في حركات وطنية مسيطرة اكتر على الشعب، فما كانش عاجبها الكلام ده. عشان كده كانت عايزة تقوي المركز بتاعه عشان يقدر يواجه الحركات الوطنية. يبقى سبب المذكرة المشتركة الأولى هقوله رغبة بريطانيا وفرنسا في تقوية مركز الخديوي في مواجهة الحركة الوطنية. طيب، ايه النتائج بتاعتها؟ النتائج ان الوزارة بتاعت شريف باشا استقالت وزارة شريف باشا. طيب، المذكرة المشتركة التانية نفس السبب يعتبر. بريطانيا وفرنسا كانوا عايزين يساندوا الخديوي توفيق عشان يقدر يواجه العسكريين، لان بقى كان الاول مش الشعب بس، لا ده دلوقتي الشعب والجيش بقى ضد الخديوي، فهي عايزة تسانده عشان يقدر يقف في وشهم. يبقى رغبة بريطانيا وفرنسا في مساندة الخديوي توفيق أمام العسكريين. ايه النتائج؟ النتائج ان الخديوي قبل المذكرة دي، وافق عليها، ولما وافق عليها البارودي طبعا ما عجبهوش فقدم استقالته. يبقى النتائج بتاعت المذكرة المشتركة التانية: قبل الخديوي توفيق المذكرة فقدم البارودي استقالته. طيب، كان الخديوي برضو عايز يبعد عرابي يعني عن الناس اللي حواليه بقى، سواء في الجيش او الشعب، ولكن الشعب التف حواليه فما قدرش يعمل له حاجة، وفضل زي ما هو وزيرا للداخلية. يبقى عندي نتيجتين للمذكرة المشتركة الأولى. تاني، أول نتيجة ان الخديوي وافق على المذكرة، فمين اللي قدم استقالته؟ البارودي. تاني حاجة، الخديوي أراد إبعاد عرابي، فالشعب التف حوله ورفض إبعاده، وفضل زي ما هو استمر عرابي وزيرا للداخلية. بعد كده السؤال التاني بيقول دلل تاريخيا رضوخ الخديوي توفيق للتدخل الأجنبي. يعني هو كان متقبل فكرة ان الأجانب بيتدخلوا في الحكم أصلا. ايه الدليل اللي عندي؟ لسه قايلين انه قبل المذكرة المشتركة التانية. هو المفروض ما كانش يقبل ده لو هو عنده شخصية قوية. يبقى قبل المذكرة المشتركة التانية، دي أبسط حاجة ممكن نقولها. ما النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل يناير 1881، لما طبعا عرابي خد الجيش وراحوا عند ميدان عابدين؟ ايه النتائج اللي ترتبت؟ استجاب الخديوي توفيق لمطلبهم وعزل مين؟ عثمان رفقي، وعين بداله محمود سامي البارودي ناظرا للجاهدية، اللي هو وزير الحربية حاليا. يبقى تاني، استجاب الخديوي توفيق لمطلبهم اللي هو العرابي واللي معاه، فعزل عثمان رفقي وعين بداله محمود سامي البارودي بدلا من ناظرا للجهادية. تاني حاجة، السؤال اللي بعد كده: ماذا يحدث إذا؟ ايه اللي كان هيحصل لو الخديوي توفيق ما كانش قبل مطالبهم في سبتمبر 1881؟ حكومة رياض باشا ما كانتش هتسقط، لم تسقط حكومة رياض باشا المستبدة. بعد كده الأداء المنزلي. أول سؤال: بما تفسر
إصرار شريف باشا على عدم مناقشة الميزانية في مجلس النواب. ليه ما كانش عايز يتكلم عن الميزانية وكان بيأجل الكلام عنها؟ لتجنب الاصطدام بالدول الأوروبية، عشان ما كانش عايز يدخل معاهم في ايه، في صدام. طيب بعد كده، ما النتائج المترتبة على سوء الأحوال الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا؟ اللي ترتب على كده طبعا قيام ثورة عرابي. قيام ثورة عرابي. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو ثورة عرابي دي ما كانتش قامت؟ طبعا السؤال ده تجاوبه من وجهة نظرك، يعني مفيش إجابة نصية تقدر تقولها أو تلتزم بيها، انت تفكر وتجاوب. ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما قامتش ثورة عرابي دي؟ يعني انا من وجهة نظري ان مكانة عرابي نفسه ما كانتش هتزيد كده، لان عرابي قبل الثورة كان حاجة وبعد الثورة حاجة تانية. الشعب عرفه اكتر وبدأ يقف معاه اكتر، فبقى ليه مكانة اكبر في الجيش. دلل تاريخيا للثورة العرابية اسباب اقتصادية واسباب عسكرية. اتكلم الاول عن الاسباب الاقتصادية. اول حاجة، الاحوال كانت ايه؟ احوال مصر الاقتصادية كانت سيئة جدا في عهد وزارة رياض باشا. عسكريا، ان عثمان رفقي اللي هو كان ناظر الجهادية، قلنا وزير الحربية حاليا يعني، كان مضطهد الضباط المصريين جدا، وما كانش بيقدم لهم الترقيات اللازمة، ما بيرقيهمش يعني. يبقى تاني عسكريا، اضطهاد عثمان رفقي باشا اللي هو كان ناظر للجهادية الضباط المصريين وعدم ترقيتهم. الفترة بقى التانية اللي هو الاحتلال البريطاني لمصر، هتكلم عن أسباب فشل وهنتكلموا فيه برضو عن أسباب فشل الثورة العرابية. أول حاجة الأداء الصفي، برضو بيقول لي صنف أسباب فشل الثورة العرابية في الشكل التخطيطي الذي أمامك. يعني عايزني أقسم أسباب فشل الثورة العرابية إلى أسباب عسكرية، وأسباب اجتماعية، وأسباب دولية، وأسباب بتتعلق بنظام الحكم. طيب هنبدأ الأول بالعسكرية. أول سبب اللي هو أسباب العسكرية، إن قواتنا ما كانتش متكافئة مع قوات الاحتلال البريطاني. هم كانوا أقوى ومسلحين بطرق أحدث، يبقى عدم تكافؤ القوى العسكرية بين قوات الاحتلال البريطاني والقوات المصرية. طيب بعد كده، أسباب اجتماعية. ايه هي الأسباب الاجتماعية؟ هنتكلم فيها عن إن كان في أو عدم إدراك قيادة الثورة العرابية أهمية التعبئة الشعبية لمساندة القوات المصرية في معاركها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الثورة العربية كانت معتمدة على الجيش بس، ناسوا يعملوا حاجة أو مهتموش بحاجة مهمة، إن هم يوعوا الشعب عشان الشعب يقف معاهم. فده ما كانوش هم مدركين النقطة دي. يبقى عدم إدراك قيادة الثورة العرابية وعرابي بالذات لأهمية التعبئة الشعبية لمساندة القوات المصرية في معاركها. طيب عندي تاني هو طالب سببين في الاجتماعية، أنا كده جبت واحد. تاني واحد إيه؟ لو هنتكلموا اجتماعيا برضو، هتكلم عن إن كان في بعض عناصر القوات المصرية ميالة للخديوي والبريطاني. ميول بعض عناصر القوات المصرية للخديوي والبريطاني. أسباب بقى دولية. طيب الظروف الدولية سنة 1882 اللي هي السنة اللي قامت فيها الثورة ما كانتش في صالح الحركات الوطنية. زي ما شفنا كده المذكرات المشتركة، كله مش عايز كده، كله عايز ان الخديوي يسيطر اكتر وما يكونش فيه حركات وطنية. يبقى الظروف الدولية في عام 1882 لم تكن في صالح الحركات الوطنية. بعد كده أسباب تتعلق بالنظام الحكم. أول حاجة هقولها إن السلطان العثماني أصدر منشور بإعلان عصيان عرابي. السلطان العثماني نفسه في تركيا بعت منشور أعلن فيه إن إن إيه، إن عرابي تم العصيان عليه خلاص، يعني
دي حاجة كبيرة بالنسبة له. طيب في أسباب دولية تانية تواطؤ إدارة شركة قناة السويس الأجنبية اللي هو ديليسيبس مع قيادة الجيش البريطاني. طبعا احنا عرفنا ان هو خان عرابي، كان الأول متفق مع عرابي ان هو مش هيسمح لهم ان هم يعدوا من خلال القناة، وخان كلامه طبعا وخان عرابي. يبقى تواطؤ إدارة شركة قناة السويس اللي هي متمثلة في ديليسيبس مع قيادة الجيش البريطاني. نكمل مع بعض. في سؤال فوق خالص بيقول رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم للحديث. أول حاجة تولي الخديوي توفيق الحكم، بعدين نفي عرابي لسيلان، 3 مؤتمر الأسيتانة، 4 معركة كفر الدوار، و5 معركة التل الكبير. لو أنا هرتب أول حاجة هتكون طبعا تولي الخديوي توفيق الحكم، تاني حاجة مؤتمر الأسيتانة، تالت حاجة معركة كفر الدوار، بعد كده معركة التل الكبير، وأخيرا نفي عرابي لسيلان. يبقى الترتيب تاني: تولي الخديوي توفيق الحكم، مؤتمر الأسيتان، معركة كفر الدوار، معركة التل الكبير، نفي عرابي لسيلان. بعد كده بيقول قارن بين معركة كفر الدوار ومعركة التل الكبير من حيث الأسباب والنتائج. أول حاجة هنمسك كفر الدوار. إيه الأسباب؟ لمواجهة زحف الجيش البريطاني. كان الجيش البريطاني طبعا عرابي كان موجود في اسكندرية بيتصداه، بس بدأ يرجع كفر دار عشان يواجه الزحف بتاعه، عشان ما يدهمش فرصة ان هم يسيطروا على كفر الدوار. يبقى لمواجهة زحف الجيش البريطاني. طب ايه النتائج؟ العرابيين تمكنوا من صد هجمات القوات البريطانية، والقوات البريطانية انسحبت مرة أخرى إلى الأسكندرية ومنها إلى منطقة قناة السويس. تاني، تمكن العربيين من صد هجمات القوات البريطانية، مما أدى إلى انسحاب القوات البريطانية مرة أخرى إلى الأسكندرية، رجعوا تاني اسكندرية، ومن الأسكندرية إلى منطقة قناة السويس. بعد كده معركة التل الكبير، أسبابها لصد طبعا القوات البريطانية، نتائجها باختصار هزيمة الجيش المصري. تمت هزيمة الجيش المصري طبعا على الرغم من البطولات بتاعة الجنود المصريين. طيب هزيمة الجيش المصري، بعد كده القوات البريطانية هتتجه إلى القاهرة وهيتم احتلالها، وبكده تكون وقعت مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطاني. بما تفسر عقد مؤتمر الأسيتان. قلنا للنظر في المسألة المصرية، ليه كان حصل خلافات في مصر في الوقت ده على الوزارات، فقررت قررت الدولة العثمانية اللي هي موجودة في تركيا ان هي ترسل قوات لإعادة الأمن والنظام مرة أخرى داخل مصر قبل تدخل أي من الدول الأجنبية. بعد كده ما النتائج المترتبة على خداع ديليسيبس لأحمد عرابي؟ ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ طبعا تمكين القوات البريطانية من العبور خلالها، ووصلوا للإسماعيلية واحتلوها واتخذوا منها قاعدة لتقدمهم في البلاد. طبعا من الإسماعيلية بقى للقاهرة وبدأوا يحكموا البلاد. يبقى تاني النتائج اللي ترتبت على خداع ديليسيبس لأحمد عرابي؟ تمكنت القوات البريطانية من العبور خلالها، ووصلوا للإسماعيلية وجعلوا منها قاعدة لتقدمهم في البلاد. بعد كده هندخل على الأداء المنزلي. أول حاجة اختر الإجابة الصحيحة. لم يفكر عرابي في إقامة تحصينات في الإسماعيلية بسبب هل قلة عدد الجيش، أو نقص الأسلحة والمعدات، أم الثقة في ديليسيبس، أم خيانة بعض الضباط؟ طبعا الثقة في ديليسيبس، كان واثق جدا في ديليسيبس، فكانت بالنسبة له الإسماعيلية مؤمنة. بما تفسر إصدار الخديوي توفيق قرارا بعزل عرابي من وزارة الحربية يوليو 1882. ليه؟ لأن عرابي رفض طلبات الخديوي أثناء وجوده في كفر الدوار. لما كان عرابي موجود في كفر الدوار، الخديوي طلب منه ان هو ينسحب ويرجع وكده، فعرابي مرضاش واتهم الخديوي بمحاباة البريطانيين، اتهم ان هو واقف في صف البريطانيين. عشان كده قرر ان هو يعزل عرابي من وزارة الحربية. رتب الوزارات الآتية ترتيبا زمنيا من القديم للحديث، أو الاختيارات أو اللي هرتبهم وزارة رياض باشا، وزارة راغب باشا، وزارة شريف باشا، ووزارة محمود سامي البارودي. أول واحد طبعا رياض باشا، بعدين شريف باشا، بعدين محمود سامي البارودي، وأخيرا راغب باشا.
بعد كده، ما النتائج المترتبة على الخلاف اللي وقع في الإسكندرية في 11 يونيو 1882 بين أحد الأجانب طبعا والمصريين؟ النتائج إن القناصل بتاعت الدول الأجنبية اجتمعوا مع بعض في اسكندرية. يبقى أول حاجة اجتماع قناصل الدول الأجنبية بالإسكندرية. تاني حاجة، الخديوي ما صدق وخدها حجة وراح الإسكندرية بحجة إن هو رايح يهدئ الأوضاع. يبقى سفر الخديوي توفيق للإسكندرية بحجة تهدئة الأوضاع. طيب. بعد كده التقييم الأسبوعي. النموذج الأول نموذج ألف. أول حاجة اختر. كان الخلاف بين شريف باشا ومجلس النواب يتلخص فيه عدد الجيش، مناقشة الميزانية، عدد المحافظين، مناقشة الوزارة، طبعا مناقشة الميزانية. بما تفسر تواطؤ ديليسيبس مع قيادة الجيش البريطاني ضد أحمد عرابي. ديليسيبس طبعا كان غبي، كان مفكر ان هو لو تواطئ مع أحمد عرابي ده هيأثر على حركة الملاحة في قناة السويس. هو ديليسيبس ما كانش عنده حاجة أهم من قناة السويس. يبقى ده كان تفكيره. ما النتائج المترتبة على إصدار السلطان العثماني منشورا بإعلان عصيان أحمد عرابي؟ إيه اللي حصل لما أعلن المنشور؟ التف الشعب حول عرابي أكتر. الشعب التف حول عرابي أكتر ومكانته كبرت أكتر. ماذا يحدث إذا انتصر عرابي في معركة التل الكبير؟ لم تقع مصر تحت الاحتلال البريطاني. لم تقع مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطاني. هنكمل مع بعض بقية التقييم. نموذج ب. اختر الإجابة الصحيحة. دخلت القوات الإنجليزية القاهرة بعد معركة إمبابة، التل الكبير، أبي قير البرية، كفر الدوار. طبعا هم دخلوا القاهرة بعد معركة التل الكبير. ما رأيك فيه؟ مطالبة العديد من أنصار عرابي بالاستسلام للقوات البريطانية في معركة التل الكبير. انت شايف ايه؟ طبعا ده حصل أثناء معركة التل الكبير. ناس كتير جدا من اللي حول عرابي طلبوا منه ان هو يستسلم خلاص. ليه؟ طبعا لأن هم كانوا خلاص شايفين ان الايه، ان هم ما بقوش قادرين عليهم، وان خلاص الوضع ساء، فعشان كده طلبوا ان هم يستسلموا. بس انا من وجهة نظري لو هتكلم عن رأيي، انا شايفة ان دي خيانة، لان الجندي المفروض يحارب لآخر نفس ويقاوم لآخر نفس وما يستسلمش. رقم 3. ماذا كان يحدث إذا استطاع أحمد عرابي تعطيل الملاحة في قناة السويس؟ طبعا ده يعني كانت الأمور هتنقلب جدا. إزاي؟ كل الدول ليها يعني ايه مستفيدة من قناة السويس، فلما هو يوقف قناة السويس ده هيأثر على الدول كلها. تمام، يبقى هو كده بيضغط على الدول كلها. فكانوا طبعا هيسيطروا على بريطانيا، فهيضغطوا على بريطانيا. فده من وجهة نظري طبعا. فكان ممكن ما يحصلش الاحتلال. بما تفسر فشل الثورة العرابية. ليه فشلت؟ عندي أسباب كتير جدا. أول حاجة زي ما قلنا عدم تكافؤ القوى العسكرية بين القوات البريطانية والقوات المصرية. القوات البريطانية طبعا قلنا بيتعاملوا بإيه؟ بمعدات أحدث وكده، وطبعا عددهم أكبر. تواطؤ إدارة شركة قناة السويس طبعا المتمثلة في ديليسيبس مع قيادة الجيش البريطاني. خان عرابي وراح اتفق مع الجيش البريطاني وسمح له ان هو يعدي من قناة السويس. تالت حاجة إصدار السلطان العثماني منشور بإعلان عصيان عرابي، وده طبعا هيأثر في نفسية الجنود. عدم إدراك قيادة الثورة العربية خصوصا عرابي بأهمية تعبئة الشعب عشان يوعي الشعب ويطالب من الشعب ان هو يقف معاه. ما كانش عندهم وعي بالنقطة دي. ميول بعض عناصر القوات المصرية للخديوي والمواطنين والبريطانيين. بعض القوات كانوا ميالين للخديوي والبريطانيين. تمام. النموذج ج. اختر الإجابة الصحيحة. حدث فراغ في منصب الوزارة بعد احتلال مدينة الإسكندرية، إرسال المذكرة المشتركة الثانية، استقالة راغب باشا، معركة كفر الدوار. طبعا الإجابة ب، إرسال المذكرة المشتركة الثانية، ده اللي حصل بعدها فراغ في المنصب. ما تقييمك لعدم إدراك قيادة الثورة العربية لأهمية تعبئة الشعب في مساندة القوات المصرية؟ زي ما قلنا الشعب كان هيفرق جامد مع عرابي. عرابي ما كانش مدرك للنقطة دي وكان معتمد على القوات العسكرية فقط. ما اهتمش ان هو يوعي الشعب ويطلب من الشعب ان هو يعمل ايه، يعني زي ما بيحصل يعمل مظاهرات ويقف معاه. فلو كان عمل العكس كان الوضع هيختلف جدا.
طيب بيقولك في رأيك، طبعا كل واحد الأسئلة بتاعت التقييمات والرأي انت تجاوب براحتك، يعني تفكر في الموضوع وتجاوب من وجهة نظرك، مش شرط تكون وجهة نظرك صح 100% أو غلط 100%، ده رأيك انت حر فيه. لو كنت ضابطا في جيش عرابي، ماذا كنت ستصنع لمنع تقدم القوات البريطانية للقاهرة بعد معركة كفر الدوار؟ كنت هتعمل ايه؟ انا عطيك وقت تفكروا اهو. ماشي. ما النتائج المترتبة بقى على فشل الثورة العرابية؟ النتائج، أول حاجة اعتقل زعماء الثورة العرابية والضباط والأعيان اللي أيدوا عرابي. ماشي. وتمت محاكمتهم، وفي يعني في بعض قواد الثورة تم إعدامهم. وطبعا تم نفي الأول اتحكم على عرابي بالإعدام، بس تم تعديل الحكم إلى النفي إلى جزيرة اسمها جزيرة سيلان بالهند. كده نكون خلصنا التقييم السابع. المرة الجاية هنحل مع بعض التقييم الثامن.